26 مارس 1998 الساعة 23 دقيقة. امرأة تمشي مع كلبها في حديقة برونو آش في فرانكفورت ألمانيا. حبسها طفل في عمر 13 سنة اسمه تريستن بروباخ بيخبرها أنه معجب بكلبها. 3:30 شو تريستن يدخل نفق ليدرباخ من الجهة الجنوبية لأنه منزله موجود في الجهة الشمالية من النفق. النفق موجود تحت جسر، طول النفق 120 متر، يعبر منه نهر. النفق مظلم لكن تقدر تشوف المخرجين من كل جهة. يستعملوه السكان المحليون كطريق مختصر ولا ترافيرس، منهم تريستن. لكن تريستن لم يخرج من الجهة الأخرى، وكانت هذه آخر مرة شوت فيها تريستن بروباخ حي. 3:35 دقيقة. 3 مراهقين حبوا يستعملوا النفق كاختصار لمحطة القطار. عند دخولهم من الجهة الشمالية قابلهم شخص واقف فوق شيء، ما قدروش يحددوا وش هو ولا يشوفوه بسبب الظلام. الثلاثة لم يرتاحوا للوضع وقرروا قطع الطريق الطويل. 4 مساء. طفلتين جاءوا من المدرسة. عند دخولهم من البوابة الشمالية للنفق وجدوا أمامهم جثة تريستن. مباشرة عادوا للمدرسة لإخبار أستاذتهم، اللي بدورها ذهبت للتحقق، وعندما تأكدت من الجثة اتصلت بالشرطة. 4:15 دقيقة. وصلت الشرطة لمسرح الجريمة وبدأت التحقيقات. تيقنت الشرطة أن الرجل اللي قتل تريستن كان يعرفه معرفة شخصية، وأن لقاءهما في النفق مش صدفة بل كان مخطط له. القاتل التقى تريستن عند المدخل الجنوبي، وراها خنق القاتل تريستن حتى أفقده الوعي. واتضح أن تريستن قاوم حيث فقد حذاءه. جره القاتل إلى الجزء المظلم من النفق وذبحه من الوريد إلى الوريد وزاد طعنه عدة مرات حتى نزف دم تريستن في النهر. بعدها قام القاتل بتقطيع جزء من الفخذ وأعضاء من الجثة. لم يتم العثور عليها أبدا. احتمال أن القاتل قام باستهلاكها. يعتقد أن الجريمة تمت في مدة ما بين 15 إلى 20 دقيقة. وصفت الشرطة هذه الجريمة على أنها من أبشع الجرائم في تاريخ ألمانيا الحديث بعد الحرب. وجدت الشرطة محتوى حقيبة ظهر تريستن عند المدخل الجنوبي للنفق، لكن لا أثر للحقيبة. يعتقد أن المجرم استعملها لكي ينقل بها الأعضاء المخلوعة من الجثة، لكن لم يتم تأكيد ذلك. وجدت الشرطة بصمات من الدم على كراس تريستن. قامت الشرطة بالتحقق من 14,000 بصمة لرجال كانوا عايشين في فرانكفورت وقتها، لكن دون جدوى. تم الاعتقاد أن من قام بالجريمة قاتل متسلسل مانفريد سيل، اللي كان ناشط في فرانكفورت في الفترة ما بين 1971 إلى 2004. وكانت جرائمه بشعة وتشبه هذه الجريمة إلى حد ما، حيث كان يقطع جثث ضحاياه وكان يرسم ويدون خطواته، لكن كان يستهدف النساء فقط. بعدها تم استبعاده كمشتبه به بسبب عدم تطابق بصماته مع البصمات الموجودة على دفتر تريستن. 25 مارس 1999 في غابة تبعد 35 كيلومتر على مسرح الجريمة وجدوا حقيبة تريستن. في الحقيبة وجدوا كيس قمامة أزرق وخريطة ألمانيا باللغة التشيكية. قامت الشرطة بالتحقيق مع عدد من العمال التشيكيين اللي كانوا يخدموا في خطوط السكك الحديدية في المنطقة، لكن لم يتم الوصول إلى أي شيء. ربما القاتل وضع الخريطة كتمويه أو أنه يلعب مع الشرطة ويستهزئ بهم. بعض الشهود أعطوا وصف لرجل يعتقد أنه القاتل، منهم المراهقين 3 الذين شاهدوا الرجل في النفق، وأستاذة تريستن شاهدته مع رجل له نفس المواصفات. طوله 1.75 متر، عمره بين 20 إلى 30 سنة، وجهه شاحب وهزيل، يوجد ندبة على شفته العليا، شعره طويل وأشقر، يبان عليه مدمن. طفل يعيش في المنطقة أيضا صرح أنه شاهد هذا الرجل أكثر من مرة، حتى أنه شاف هذا الرجل داخل النفق، مع العلم أن النفق تم إغلاقه بشكل دائم منذ 1998 بسبب الحادث. 7 أفريل 1998 بعد أيام من جنازة تريستن اتصل شخص بالشرطة من هاتف عمومي في محطة قطار فرانكفورت القريبة من النفق، والمتصل ادعى أنه هو قاتل تريستن. Polizei? Hier ist Christian Mörder. Wie bitte? Christian Mörder ist hier. Sind Sie? Ja. Und Sie wollen sich selber stellen oder was? Ja. Ja? Wo sind Sie denn jetzt? Frankfurt Höchst. Frankfurt Höchst? Ja, und wo dort? Am Höchstbahnhof. Am Bahnhof? Ja. Umgebracht. Sie haben ihn umgebracht? Ja. Wie sehen Sie denn aus? Wie groß? 1,80. 1,80. Haare? Schwarze. Schwarze Haare. Lange oder kurz? Lange. Lange Haare. Nehmen Sie mich fest. وصف القاتل لنفسه يتناقض مع وصف الشهود بأن طوله 1.80 متر وشعره أسود، لكن عند وصول الشرطة إلى المحطة لم تجد أي أثر للمتصل. ليلة 7 أكتوبر 1999
جاء شخص مجهول وقام بحفر قبر تشيستن، لكنه ما وصلش إلى النعش. في صباح اليوم التالي عندما جاءت جدة تشيستن لزيارة قبر حفيدها وجدته على تلك الحالة. إحدى النظريات تقول على أنه تم مقاطعته عند الحفر وهرب، وأنه هو القاتل وجاب يشوه الجثة أكثر. ما كفاش أنه قتل طفل ودمر حياة عائلة كاملة. عمل أكثر من 100 إلى 150 محقق على القضية، وحتى أنه تم الاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالية لكن بدون جدوى. هناك نظرية تقول أن تشيستن له علاقة مع عصابة مخدرات محلية، كونه مستقل ويتكل على روحه بسبب ظروف عائلته، أم متوفية وأب يعمل طول النهار. لكن الكل يشهد على أنه ليس له علاقة بهذه الأمور، أو ربما وجود تشيستن في النفق نفس وقت وجود المجرم كان صدفة. المحزن في الأمر أن المجرم متحاسبش، وربما هذا الوحش مازال حر يمشي في وسط الناس حتى يومنا هذا. المرعب أنه رانا مشاركين هذه الدنيا مع عباد كما هذا. الله المستعان. السلام عليكم.